الفيديو بتاع النهاردة هوريكم ازاي ممكن نعمل ريسايكلينج للشمع او اعادة تدوير علشان نطلع ببرودكت حلو قوي. فيلا بينا. في ناس شاطرة وواعية كتير قوي منكم بعتولي السؤال ده، عشان كده قلت لازم اجاوبكم عليه. ازاي ان احنا نستفيد بالشمع القديم وما نرميهوش ونعمله في حاجة جديدة يبقى شكلها احلى، وخصوصا لما يبقى الوان كده داخلة في بعض وصعب ان احنا نسيحها ونحافظ على لونها. هعلمكم ازاي تعملوا الكاندل كرامبلز، ودي من الحاجات الترندي قوي وفعلا شكلها تحفة زي ما انتم شايفين كده في الصور. اول حاجة هنحتاجها هي ورقة بيضة زي دي، ودي بتبقى ورقة جامدة شوية، يعني مش ورقة A4 عادية، بتبقى زي كرتون شوية. اوكي، وهنحتاج برضو ورقة زبدة. ممكن نستبدل الورقة وورقة الزبدة بصينية، بس انا بتكلم للناس اللي مش عايزين يبوظوا صينية عشان يعملوا الشمع وعايزين يستعملوا حاجة كده disposable. انا جمعت كل الشمع اللي كان عندي من اول المحاولات بتاعتي. عارفين لما تبتدوا الشمع او تبتدوا البيزنس وتقعدوا تجربوا حاجات كتير عشان تطلعوا بالبرودكت اللي انتوا عاجبكم، دي المحاولات القديمة اللي انا كنت فشلت فيها، تكون مثلا ما عجبنيش لونها، ما عجبنيش شكلها، فكلها هاخدها كده زي ما هي وهسيحها مع بعض. وحطوا في دماغكم يا حبايبي انه لازم يكون من نفس نوع الشمع، يعني مش عايزين نلخبط الانواع. انا هنا مثلا في الفيديو مستعمله كله نوع واحد بس، وهو شمع الصويا. الالوان مختلفه بس هو نفس النوع الشمع. تمام، الالوان مش هتفرق، انا هوريكم. الشمعة تعلى مني قوي علشان انا عايزة ينشف اسرع عشان انجز في المهمة اللي احنا هنعملها دلوقتي. فعشان كده بسيبه لغاية لما تقريبا 70 أو 80% يسيح، وبقوم شايلاه من على النار. دلوقتي هاخد اللون بتاعي. انا نقيت في الفيديو ده لون على بني شوية علشان انا عايزة اعمل ما بين الكرامبلز دي تبقى زي البسكوت، وما بين ان هي تبقى عاملة زي الساند او الرملة. اوكي، عشان لو عايزة اعمل شمعة البحر يبقى عندي الرملة، ولو عايزة اعمل شمعة الويب كريم زي ما وريتكم في الصور في الاول يبقى عندي البسكوت. فعشان كده اخترت اللون ده اللي هو يكون لون بني. انتوا ممكن تبدعوا في الالوان، اختاروا على اسود، اختاروا على بني غامق عشان تبقى عامله زي الشوكليت، اختاروا بينك، اختاروا ازرق، اي حاجه انتوا عايزينها، الالوان متاحه ليكم. ممكن حتى تسيحوا الشمع وتسيبوه بلونه، يعني لو لونه طلع حلو ممكن تسيبوه زي ما هو، مش محتاجين ان انتوا تضيفوا الوان. تعالوا بقى اوريكم. الشمع داخل المنطقة دي، انا مش عايزاه يروح مني كده ولا كده. اهي حطيتها، دي كمان هنرفعها فوق كده. تمام، الشمع بتاعي المفروض انه خلاص ساح كله. هاخد بس نقطة عشان اتأكد ان لونه هو ده اللون اللي انا عايزاه. حاسه انه لا، هو جاي محمر شويه. طبعا اي شوايه هوريكم هنشيلها ازاي، بس مبدئيا هو جاي لونه على محمر شويه، فانا هضطر ان انا ازود له كميه بسيطه تانية من اللون. هي خلاص وصلت اللون اللي انا عايزاه، زودت طبعا اللون غامق. دي هي اللي بنشيل بيها الشوائب، شايفين هي بتاخد كل الشوائب الصغيره وتشيلها، وهو ده اللي هنعمله دلوقتي. هطفي طبعا النار
وهبتدي اصب الشمع عندي هنا، بس لازم استناه دقيقة يبرد شوية عشان يمسك نفسه، وبعدين هبتدي الصب. لما ابتدي الصب هحط دي في النص واقوم صبة الشمع عليها. فلما بعمل كده كل الشوائب هتتحجز في القماشة، وفي نفس الوقت مفيش حاجة هتوصل للشمع نفسه. ممكن لما اجي اصب كده او اصب فيها هي نفسها، وده طبعا بتبقى الطريقة اسهل ان انا اصب جواها بدل لما اصب من فوق، فممكن ان هي توقع من ناحيتين او كده، فالاحسن ان انا اصب كده. فهبتدي بقى الصب عندي، هوريكم بس اللون اهو. ابتدي بقى الصب، مش هصب الكميه كلها، هصب حبه صغيرين استناها تنشف واكمل علشان ما دلدقش بره المكان بتاعي. فهصب كده لغايه لما احس ان انا خلاص وصلت للمرحله اللي هو ابتدي اقلق واقوم موقف، اللي هي المرحله دي. شايفين انا سبته بالظبط دقيقه واحده. الخطوات سهلة جدا. أول مرة بصب واسيبه ينشف، تاني مرة بصب وأقلب، واستمر بقى كده ان انا اصب واقلب اصب واقلب لغاية لما كله ينشف ويوصل للقوام اللي انا عايزاه. مش حاجة نزلت عندي في الشمع. اخر كمية من الشمع حطها برضو. بصوا انا سبتها لغاية لما نشفت خالص، وهبتدي برضو اعمل نفس الحركات، ان انا بالسباتشولا وابتدي اكسر فيه اكتر واخليه يتمزج اكتر. طب انا ما عنديش سباتشولا، ممكن استعمل اي حاجة قدامي، مش شرط خالص السباتشولا، هي السباتشولا اسهل. ممكن مثلا استعمل حاجة زي دي واعمل نفس الكلام اهو. كل ما يجمد معايا كل ما هيديني شكل الترابي او شكل الكرامبلز اللي انا عايزاه. بدأ ياخد الشكل اللي انا عايزاه، بس لسه هو مش ناشف قوي، فهسيبه كمان ثانية كده ينشف اكتر وارجع اكسره تاني. طبعا السمك بتاعه انتوا بتحددوه، عايزينه حاجة قد كده ولا عايزينه يعني يا دوبك نقط، كل حاجة انتوا بتحددوها. هكمل البروسيس دي كده ووريكم شكله هيبقى عامل ايه في الاخر. في حاجة بس مضايقاني ومش قادرة اسكت عليها هقولها لكم في الفيديو ده. لما دخلت لايف اخر مرة كلكم كنتوا عاملين بتقولوا انه الفيديوهات حلوة واحنا بنستفيد منها وكلكم شكروا في اليوتيوب شانل، بس انا ده ما بشوفهوش. يعني نادرا ما بتكتبوا يعني كومنت كده تقولوا لي الفيديو كويس، عايزين مثلا سؤال عن كذا، ممكن تزودي الحتة دي عشان مش فاهمينها. يعني انا عايزة يكون في كلام اكتر على اليوتيوب عشان اعرف فعلا ان الموضوع جايب نتيجة معاكم وان انتوا فعلا بتتابعوا الفيديوز وعجباكم. فبليز لو استفدتوا من الفيديو ده وحسيتوا ان هو فرق معاكم، اكتبولي في الكومنت ان فعلا الفيديوز حلوة وان هي فرقت معانا، عشان ابقى بس عارفة ان انا ماشية صح ولا في حاجة غلط في اليوتيوب محتاجة ان انا اظبطها. بصوا هنا هي شوية ممكن تعملوها ك شوكليت كده تحطوها، او ممكن بصوا ده شوية رفيع او اصغر يبقى عامل زي الساند كده. ونكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن شمع الصويا، سواء كان الصويا حبيبات او الصويا الكريمي، انصحكم تتفرجوا على الفيديوز دي.